اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه. النهارده احنا بنقدم لكم حلقه جديده ومختلفه، وهنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وموضوع شاغل الراي العام، وهو موضوع ايه بقى؟ الخمس بقرات الحمر واسرائيل، وايه اللي هيحصل في العيد مع الفلسطينيين. خليكم معانا واوعوا تروحوا في اي حته عشان نحكي لكم التيتا والحكايه كلها على بعضها. سنة 2018 طلعت أخبار قالت إن إسرائيل جابت البقرة الحمراء اللي هتذبحها وتطهر بيها الدم اليهودي، وكمان إيه؟ وتهد المسجد الأقصى وتبنى الهيكل الثالث. لكن بعد كده طلعت إسرائيل نفسها صورت عجل وقالت إن الكلام ده مش حقيقي، وإن جينات العجل دي لا تتطابق مع البقر اللي مفروض إنه مذكور في التوراة، واللي مهتمين إن هم يكونوا موجودين علشان ينفذوا الطقوس ديت. إيه بقى حكاية الطقوس ديت؟ وإيه حكاية البقرات الحمراء؟ وإيه علاقتها باللي هيحصل في العيد؟ هقول لكم. اللي حصل إن يوم 23/8/2023 إسرائيل استوردت 5 بقرات حمر من أمريكا. إيه ده؟ يعني إيه؟ بيعملوا إيه دول؟ هقول لكم. في الكتاب المقدس عند اليهود بيقولوا إن لازم علشان خاطر يهدوا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل الثالث ويتطهروا من حاجة اسمها نجاسة الموتى عن طريق إن هم يذبحوا البقر ده، وخاصة تكون بقرة حمراء لونها أحمر وشعرها لونه أحمر، وكمان ما تكونش ولدت قبل كده وتكون عندها 2 سنين. يتم ذبحها واخدين الدم بتاعها ويحرقوها هي والدم، وياخدوا الرماد ده يحطوه في مية ويغتسلوا بيه، وبالتالي فيتم تطهيرهم، وده ما يسمى بتطهير نجاسة الموتى. ده طقس من الطقوس اللي بتسبق على طول هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى، وهو ما تريده إسرائيل في العلن، ولكن الباطن هو السيطرة على أرض فلسطين أو السيطرة من النيل للفرات زي ما هم عايزين. طيب يا جماعة، إيه بقى اللي حصل؟ اللي حصل إنه استوردوا 5 بقرات علشان خاطر يحققوا الأسطورة ديت وينفذوا المخطط بتاعهم باسم الأسطورة وباسم الدين. وفعلا الحاخامات بتاعتهم أكدوا دوت وقالوا إن ده هيحصل، وإن البقرات دي طلعت مطابقة، وإن الفترة اللي جاية وخاصة يوم 10 إبريل اللي هو هيوافق في عيد الفطر ده اللي جاي هيكون تموا 2 سنين، والبقر دول هيقدروا إن هم يذبحوهم ويعملوا الطقس بتاعهم. بالإضافة إن بعض المتطرفين اليهود طبعا هيعملوا نفسهم المتطرفين يعني، وهيخشوا يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل الثالث. فلسطين في خطر، فلسطين في خطر. اللي هيحصل في العيد ده لو تم تطبيقه بالفعل والطقس ده تم تطبيقه بالفعل، ده معناه ان احنا وصلنا لمرحلة وحشة جدا لا يمكن الصمت والسكوت عنها نهائي. ويمكن حماس عملوا ده في 7 أكتوبر لما اتأكدوا من المخطط اللي ناوية تعمله إسرائيل. طيب احنا منتظرين وهنشوف ايه اللي هيحصل في عيد الفطر، وبنتمنى ان المخطط ده يفشل زي بقية المخططات بتاعتهم بإذن الله تفشل، لأن ده هيبقى تمهيد صريح جدا لظهور المسيح الدجال، وده هيكون تمهيد لسيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بداية من فلسطين لحد ما تدخل للنيل زي ما هي عايزة. ربنا يسترها، ودينا منتظرين وهنشوف ايه اللي هيحصل، وبنتمنى لفلسطين السلامة، وبنتمنى لاصحابنا الندامه. وشكرا ليكم، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه، ونتمنى ان احنا نكون ادينا لكم نبذه صغيره عن ما سيحدث في عيد الفطر القادم. شكرا لكم.